رجعنا تاني مع نجيب ويماني ونتكلم بقى على منتخب المغرب اللي مشرفنا. شرفونا ونورونا الحقيقه. لا النهارده المغرب ابدعت قدام بلجيكا وحققت انتصار غير متوقع للعرب كلهم والافريقيا. الانتصار ده وراه سر. ايه هو؟ سر مهم، ضربات الثابته. تعامل المغرب مع الضربات الثابته، المغرب داخل المباراه عارفه حظوظها كويس قوي انها مش الفريق الاكبر، مش الفريق اللي هيمسك كوره، فكانت ثابته اذا جت الكورنرز او الفاولات اللي على حدود المنطقه. شفنا بادره لده، بس بلجيكا ما تنبهتلهاش في الجول اللي جه في نهايه الشوط الاولاني من ضربه ثابته واتحسب اوفسايد. لو بدانا نستعرض الصور اللي موجوده معانا، الصوره الاولى الكوره المغرب بتلعب بتكتيك مهم. الصوره اهي اللي عليه الدايره الزرقاء ده سايس كابتن منتخب المغرب رقم 6. ضربه ثابته وهي بتتلعب هم كلهم واقفين مش كاشفين، يعني مش متسللين متغطيين، مجرد الكوره ما تبقى في الهواء بيبداوا يتحركوا. اول واحد رقم 6 سايس بيجري، مش هدفه الكوره في الاساس ولكن هدفه انه يقطع طريق كورتوا، يحجب الرؤيه عن حارس مرمى بلجيكا كورتوا، يقطع طريقه ويخليه ما يشوفش الكوره او ما يقدرش يخرج. الكوره بقى جت لسايس او جت لحد تاني، اوكي. الحظ هنا سايس اتحرك بدري في الكوره دي، وقبل ما تطلع قبل ما تبقى في الهواء تطلع من رجل زياش، فاتحسبت انها تسلل بعد الهدف رغم احتسابه في البدايه. الكوره اللي بعدها بعد كده ده الجول بقى الحقيقي. الكوره اللي جت برده كلهم واقفين ظابطين نفسهم، بس المره دي اتحرك صح. لو نقلنا الصوره بعدها نشوفه ازاي واقف في سكه كورتوا، هتلاقي كورتوا بص بيحاول يوسع لنفسه عشان يشوف الكوره، هو مش شايفها. سايس واقف حاجب الرؤيه ومنعه انه يوصل للكوره، لازم كورتوا يقف يستنى الكوره، بس الكوره لفت وسبقت كورتوا ودخلت هدف، سكنت شباكه قبل ما توصل. فتعامل المغرب مع الضربات الثابته كان هايل جدا، مميز جدا. التعامل بقى في الهجمات المرتده الجول الثاني بصراحه نجيب تحليل عالمي. الله يخليك كابتن. مع اني قلما مقتنع بيك يعني. الحمد لله كابتن. بس بصراحه تحيه كبيره، يعني حته تركه عالميه. الله يخليك. لو نقدر نشوف مع بعض بقى بال3 دي كده الجون الثاني لمنتخب المغرب. الجميل في جون المغرب الثاني يا كابتن ان هو خلي بالك لو ما عندكش حاجه مميزه بعده هتبقى شكلك قليل. ده جايين احنا مع بعضينا. ايوه شكلك قليل عشان ما تصغرش يعني. ده الهدف الاولاني. لو نيجي نشوف الجون الثاني برضه، بصوا ادي القطعه اللي كنا اتكلمنا عليها رومان سايس. وطبعا صبير لما لعب الكرة مباشره ناحيه المرمى. الهدف الثاني بقى لو موجود برضو معانا من اوله هو من ضربه مرمى يا كابتن. دايما انت لما تيجي تلعب بنتكلم على هجمات مرتده قليل جدا لما تلاقي. طب عايز اسالك سؤال، شفت الكرة دي فين النهارده؟ شبيهه يعني. شفت الكرة دي شبيهه فين النهارده؟ فين منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا ما شفتوش لعبها بالشكل ده بالظبط. حته بس قطع برضو وعمل ده موراتا هتوصل الجون بتاع موراتا. اوكي. يعني بنتكلم لو هنيجي بقى يا جماعه اللقطه دي من اولها هي اساسها قبل ما الكره تتلعب الرزاق حمد الله ضربه مرمى. دايما يا كابتن الفرق او المنتخبات بتيجي تلعب في الدقائق الاخيره بتلعب عن طريق هجمات مرتده. ضربه المرمى اتلعب عن طريق المحمدي، اتلعبت لرزاق حمد الله، لعب الكره بالهيد لحكيم زياش، دخل دي ضربه المرمى اتلعبت بالهيد. حكيم زياش دخل من ناحيه اليمين قطع، وابو خلال دخل في مكان نقطه الجزاء، قدر ان هو في هجمه مرتده او في كره مرتده نقدر نقول من ضربه مرمى. بس حكيم زياش ياخد جائزه الاوسكار. حكيم زياش رجل المباراه. اخطر واحد من منتخب المغرب خلال المباراه، واكتر واحد الكره دي تعتبر كره ميته، داخل ومعاه 2 وخلاص الكره صعبه انه ممكن خلاص في اخر في دقيقه 90 يقدر يعمل كده. وده تميز كبير جدا وليد الركراجي، وهو من المديرين الفنيين اللي بيخلق الروح، وده اللي كان ناقص منتخب المغرب. منتخب المغرب بقاله 10 سنين تقريبا او 8 سنين، 2016 وهو عناصره اقوى عناصر. الركراجي ممكن يروح نقطه بعيده مع منتخب المغرب. اتوقع ان شاء الله ممكن يوصل يعني دور 16 ده اقل تقدير باذن الله. اقل تقدير ان شاء الله على حسب المنافس. يعني هم يبعدوا بس عن اسبانيا، لان هم يعني يحاولوا يلعبوا المركز الاول. اسبانيا غالبا اول مجموعتها، فهم يحاولوا يطلعوا اول مجموعتهم برضو يلعبوا الثاني ايا كان هو مين، حتى لو المانيا باذن الله المغرب تقدر. بشكرك يا نجيب. شكرا يا كابتن. بشكرك يا امان.